رندا أنت رئيسة جمعية دلسن. دلسن أوكي. رندا، شنو القضايا والمشاكل أو شو معنى الدلسن؟ شو معناتها؟ لا خليها تقول شنو معناتها. دلسن باللغه الصوماليه معناتها الارض الطيبه. الارض الطيبه. اي، والهدف ان احنا سمينا الجمعيه هالاسم هو يعني ان احنا يعني شابات صوماليات ودنا من خلال العمل التطوعي والاجتماعي وخدمه صحيح. المجتمع اللي قاعدين نسويه حق ديرتنا وحق شعبنا. ودنا في المستقبل ان شاء الله ان هالعمل هذا يكون له انعكاس ايجابي على وطننا، بحيث ان شاء الله في يوم من الايام نوصل حق صومال امن، صومال بلا حروب، صومال أهله كلهم إخوان وأهل ومتكاتفين صحيح. من دون أي تعصب، من دون أي تشدد. رندا، ما لكم إنجازات؟ شنو إنجازاتكم؟ بالفعل احنا لنا إنجازات. خلنا يعني أن الجالية الصومالية يعرفون أنت شنو إنجازاتكم في الجمعية. صحيح. يعني نتمنى أن المشاهدين بعد إخواننا في الصومال أو في الكويت هنا المتواجدين الجالية أعطونا إنجازاتكم اللي أرض الواقع. صحيح. الجمعية يعني ما صار لها وايد، صار لها سنة تقريبا من تم تأسيسها، والافتتاحية كانت بمشاركة حرم السفير الصومالي سيدة فاطمة عبد القادر، محامية الدولة للفتوى والتشريع السيدة نجلاء النقي، هي تفضلت هم مشكورة بحضور الحفل الافتتاحي، وهالحكي كان في أبريل السنة اللي طافت. صحيح. بعدها بشهرين الجمعية سوت حملة للتبرع بالدم بعنوان نتبرع لنقول شكرا. هالحملة هي الأول من نوعها تسويها جمعية دلسن النسائية، حملة للتبرع بالدم بمناسبة اليوم العالمي للمتبرع بالدم. هالحملة شاركوا فيها أبناء الجالية الصومالية في الكويت. هي كانت مبادرة إنسانية، مبادرة صحية، مبادرة طيبة، كانت بحضور سعادة السفير الصومالي عبد القادر أمين شيخ، وبحضور أعضاء السلك الدبلوماسي في السفارة الصومالية. هو عميد السلك الدبلوماسي يعتبر سابقا. أي. نعم. والحملة يعني لاقت أصداء واسعة في الأوساط الصحية الكويتية. نعم. هم يعني في نفس الشهر يعني في يونيو سوينا اليوم العالمي للبيئة. صحيح. سلطنا الضوء على قضية التلوث البيئي في الصومال. في جهات كثيرة في العالم يعني استغلت الوضع الأمني السيء في الصومال، واستغلت السواحل في الصومال. صحيح. عملها مكب للنفايات النووية وغيرها. فإحنا حبينا إن احنا نسلط الضوء على اللي قاعد يصير في الصومال، علشان على الأقل يكون لنا إيد، علشان يكون لنا يد في إنه يعني إنجاز أو ننتشل وطننا من الوضع اللي هو فيه. في شهر من كارثة بيئية قادمة، في كارثة طبعا بيئية تهدد كل العالم مو بس الصومال. شهر 7 سوينا نادي الصيفي، هو هم الأول من نوعه في الجالية الصومالية في الكويت. لا إله إلا الله. يعني النادي الصيفي كان مثل فترة ترويحية للفتيات الصغار، العمر من 10 سنين إلى 18 سنة. هذا النادي بس للجالية الصومالية؟ لا، احنا فتحناه للكل. صحيح. بس هو صحيح. بإنجاز وأيدي الصومالية وترتيبات صحيح. صومالية. رندا، نعتذر منك لأن معنا اتصال، معنا المحامية نجلاء والأستاذة نجلاء النقي. نتمنى أختي يعني ما هي معنا باتصال تتحدث أن ترجمين لها، بس الله يرضاك. تفضلي الأستاذة المحامية نجلاء النقي. أمسي عليك يا أخوي فهد وعلى الأستاذة الإعلامية نادية وضيوف عزيزتي، مساك الله بالخير. يا هلا ويا مرحبا. مرحبا يا هلا. وإحنا شاكرين لك على نشاطك معنا. اي والله سامحوني اليوم ما قدرت احضر للامانه، لان كان المفروض احنا الساعه 6 ولكن غيرت الموعد، ان شاء الله مرات ثانيه ان شاء الله. طبعا انا بالبدايه احب ارحب بالعزيزه الاخت رندا محمد رئيسه جمعيه دلسن النسائيه الصوماليه، اللي انا بالفعل تشرفت، كان لي عظيم الشرف اني اكون من يعني كنت موجوده في اثناء تدشين هذه الجمعية، جمعية دلسن النسائية في شهر 4، وكان ذلك بحضور زوجة السفير الصومالي مدام فاطمة، وكان هناك جمع كبير من السيدات الصوماليات، ولاقت هذه الاحتفالية في الأوساط الإعلامية لاقت يعني الصراحة يعني قبول، وتم تغطيتها تغطية جيدة من مختلف وسائل الإعلام. وبالفعل كان لي الشرف أني ألقي كلمة، وما قصرت الجمعية، جمعية دلسن النسائية الصومالية قدموا لي شهادة تكريم، وهي تعتبر وسام شرف على صدري. أيضا كان في لهم احتفالية ثانية في شهر 6 اللي هو بمناسبة اليوم العالمي للتبرع، مثل ما تفضلت الأخت رندا محمد،
ايضا يعني كانت في مناسبات اخرى للاسف ما استطعت اني احضرها، ولكن احنا يعني نمد يدنا في ايدها، نحط ايدنا بايدهم ونتمنى لهم المزيد من التوفيق، لان بالفعل ما تقوم في جمعيه دلسن النسائيه الصوماليه مجهود جبار، مجهود عظيم يستحق كل الرعايه والاهتمام، سواء رعايه اعلاميه او معنويه او حتى ماديه. صحيح. اي نعم، فانا اتمنى ان شاء الله باذن واحد احد كاعلام ايضا تاخذ هذه الجمعيه الزخم الاعلامي حقها اللي تستحقه. انا ثانيا احب ارحب بضيفه العزيزه الناشطه السياسيه والاجتماعيه من فنلندا، وهي صوماليه الاصل، الاخت روضه حسن عبد الله. Good evening, Madam Roda Hassan. I would like to welcome you to your other country, Kuwait, and we're so pleased to have you with us. Good evening, Roda. I'm so pleased to have you as